إن حظي كدقيق فوق شوك نثروه، ثم قالوا لحفاة يوم ريح اجمعوه. صعب الأمر عليهم، قلت يا قوم اتركوه، إن من أشقاه ربي كيف أنتم تسعدوا. قائل هذا البيت يا سادة يا كرام هو الشاعر المهاجم الهداف مارتن باليرمو، ليس الشاعر السوداني إدريس جماع، بل لاعب منتخب الأرجنتين مارتن باليرمو. مارتن باليرمو مهاجم منتخب الأرجنتين قال هذا البيت بعد نهاية مباراة كولومبيا والأرجنتين في العام 1999، المباراة التي شهدت أسوأ حظ لمهاجم عبر التاريخ. مارتن باليرمو كان في أوج عطائه، كانت البطولة الأولى له. في المباراة الأولى أمام الإكوادور سجل هدفين، وجاءت المباراة الثانية أمام كولومبيا تمكن من الحصول على 3 ركلات جزاء. ال3 ركلات هو المسبب لها، ولكن مارتن باليرمو أضاع الركلات ال3. تصور لاعب في بطولة كوبا أمريكا مهاجم منتخب الأرجنتين يضيع 3 ركلات جزاء، لم تحدث من قبل. اللاعب أراد أن يعوض الركلة الأولى فأضاع الثانية، أراد أن يعوض الركلتين الأولى والثانية فأضاع الثالثة. ولو احتسب الحكم حينها أو في تلك المباراة أو في ذاك اليوم 10 ركلات جزاء، ولو نفذ مارتن باليرمو كل ركلات الجزاء في تلك الليلة لن يسجل. لماذا؟ لأن الحظ التعيس، سوء الحظ، النحس كان يرافقه أو يخيم عليه في تلك الليلة. ما الذي ذكرنا في تلك اللقطات أو في تلك المباراة؟ هو أن المنتخب الأرجنتيني سيقابل غدا منتخب كولومبيا في نهائي كوبا أمريكا. طبعا في بطولة كوبا أمريكا 99 التي أقيمت في باراغواي، المنتخب الأرجنتيني تأهل إلى الدور الثاني وواجه منتخب البرازيل وخسر أمام البرازيل ب2-0 وخرج من البطولة. مارتن باليرمو اختفى بعد البطولة بسبب ال3 ركلات جزاء الضائعة أمام كولومبيا إلى غاية العام 2009، أي بعد 10 سنوات، حين استلم مارادونا دفة تدريب المنتخب الأرجنتيني. عاد واستدعى مارتن باليرمو، وفي تلك الفترة مارادونا كان يؤمن بقدرات وإمكانيات مارتن باليرمو، كان يمدح باليرمو كثيرا، وكان يعتبر باليرمو من أفضل المهاجمين في المنتخب الأرجنتيني. وفعلا تم استدعاء مارتن باليرمو خلال تصفيات كأس العالم 2010 في جنوب أفريقيا. المنتخب الأرجنتيني كان في وضع مزر تماما، كانت نتائج المنتخب الأرجنتيني سيئة للغاية خلال التصفيات، يقارع ويصارع للحصول على المركز الرابع المؤهل إلى نهاية كأس العالم. ماذا حدث؟ باليرمو الذي عاد من جديد بعد 10 سنوات تمكن من إنقاذ الأرجنتين بهدف قاتل في الدقائق الأخيرة، والكل يتذكر هذا الهدف. الأرجنتينيون يتذكرون هذا الهدف جيدا، عشاق الأرجنتين يتذكرون هذا الهدف جيدا. مارتن باليرمو أمام بيرو كان يتوجب على المنتخب الأرجنتيني الفوز لكي يحافظ على آماله للتأهل إلى نهائيات كأس العالم في جنوب أفريقيا. وفعلا مارتن باليرمو كان في الموعد وسجل هدفا قاتلا في مرمى البيرو، وبهذا الهدف وبهذا الفوز صعدت الأرجنتين إلى نهائيات كأس العالم بقيادة مارادونا، تأهلت كمركز رابع في تصفيات أمريكا الجنوبية. وبهذا الهدف مسح مارتن باليرمو تاريخه السيء. تمكن باليرمو من أن ينسي الأرجنتينيين مأساة وكابوس كولومبيا قبل 10 أعوام.
غدا كولومبيا في مواجهة الأرجنتين في لقاء ناري، علما أن كولومبيا لم تتأهل إلى النهائي منذ فترة طويلة. المنتخب الكولومبي منتخب شرس، منضبط تكتيكيا، قوة بدنية وجسمانية كبيرة، لاعبين مهاريين. جيمس رودريغيز كأنه عاد من جديد وتألق من جديد ويتوهج في هذه البطولة أمام ميسي، دي ماريا، مارتينيز، الذين يبحثون عن ثاني لقب على التوالي في كوبا أمريكا. أنتم برأيكم من سيظفر باللقب؟ اكتبوا في التعليقات.